وبركاته. شلونكم اعزائي الكرام؟ ان شاء الله كل يوم تكونوا زينين. نلتقيكم بفيديو جديد ان شاء الله يا رب ينال اليوم. لكم القناه ان شاء الله يا رب نكون قاعدين افضل. Danke nicht. Danke, habe noch. طبعا الكنيسة هاي كلش كبيرة، يعني الكنيسة عملاقة، يمكن بالتصوير ما تطلع كبيرة مثل الطبيعة. هذول أوكرانيين، لهجتهم أوكرانية. وهذا أيضا المول الرئيسي وغرفة مساجة مثل ما تشوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جولتي من مدينة هامبورغ الألمانية. الجو كلش حلو، حبيت اخذ جولة ونستمتع وياكم، خليكم وياي. الاجواء اليوم حلوة، الجو يعني مشمس، وهذا المركز مال مدينة هامبورغ الألمانية. خلي نطلع من الطرف الثاني لأنه الأجواء هناك تكون دائما أحلى. أجواء المدينة اليوم كلش حلوة، حركة أيضا مثل ما تشوفوها واضحة في الصورة. الحلو بمدينة هامبورغ هي مدينة تعايش سلمي، أيضا مدينة مستقبل لكونها هي تعتبر ثاني أكبر مدينة بعد برلين. حركة طبعا كلش حلوة، الجولة راح تكون كلش روعة، خليكم وياي. هاي هي المدينة اللي لا تنام، هي مدينة هامبورغ، مدينة العشق، مدينة السلام. طبعا هامبورغ معروفة على مستوى. الله، جمال هامبورغ ولا أروع منه. الحلو بهذه المدينة مدينة مستقبل، مدينة سياحية، مدينة خير، مدينة بركة. طبعا من أجمل المدن اللي حبيتها أنا هي مدينة هامبورغ. إيش أقول، طبعا الكلام يكون بحقها. هاي المدينة بها أكبر ميناء بألمانيا، وفيها شغل من أنواع الوظائف لكونها هي بها أكبر ميناء موجود بمدينة ألمانيا. هاي المقاهي أيضا فاتحة. هاي الأجواء طبيعية، أجواء الخلابة مثل ما تشوفوها واضحة بالصورة. الحمد لله اليوم أيضا الجو كلش حلو، مو مال غير، واحد يستمتع بهاي الجولة. راح أخذ لكم مقتطفات حلوة، مقتطفات كلش حلوة عجبتني، حبيت أصورها. طبعا اليوم الجو بارد، بس الحلو جو اليوم كان شمس، فحلو كلش حلو. حركة المدينة كلش طبيعية وحلوة. ما في أجمل من سحر وجمال مدينة هامبورغ الألمانية. مدينة سياحية، طبعا عدد السواح اللي يجون لهاي المدينة يصل إلى 1,000,000 سائح يوميا. يمكن بالشتاء تعرفون السواح نوعا ما
مو مثل الصيف، في حركة سواح لكن نوعا ما تكون حركة طبيعية وليس حركة كبيرة. أما بالصيف تكون دائما هاي الساحة مستحيل تقدر تمشي بيها. هذا الشارع الرئيسي المؤدي إلى الألسة اللي هي البحيرة، هناك تتواجد كل الناس. خلي أراويكم بعد. هاي محطة الباصات الرئيسية اللي مؤدية من البانهوف إلى هذا المكان، حتى الناس يقدر يجون، وفي ناس تجي تتمشى يعني من البانهوف أيضا مو بعيد، لكن الناس اللي مرة وما تقدر نوعا ما يجون بالباصات. هي هاي المحطة مال الغوف مال الباصات أيضا. شوفوا هذا أحد الأشخاص اللي موجود واقف بالمحطة مال الباصات. شوفوا هاي العمارة كلش حلوة، عمارة مصغرة لكن كلش حلوة وروعة، على الطراز القديم لكن نوعا ما حلوة. شوف هاي ايضا الكنيسة، كنيسة كلش كبيرة وعملاقة. هنا ايضا موجودة يعني زالة يعني تخفيض الى 20% سبورت شيك، يعني ألبسة رياضية. هاي ايضا البلدية الاساسية لمدينة هامبورغ، راح اصور لكم اياها هسه من قرب، شوفوها بعد احلى واجمل. اما هذا الطريق يطلع ايضا على البحيرة الاساسية، تواجد كل الناس وكل السواح بهذا المكان. هسه راح اراويكم اياها. هاي هي البلدية الرئيسية لمدينة هامبورغ الألمانية، طبعا تعتبر تحفة معمارية، جمالها طبيعتها كلش حلوة هاي البلدية. هاي الساحة ممكن بالصيف ما تشوفون بس بشر هنا، لكن بكون الجو شوي بارد وشتاء ما في يعني سياحة هواي. ولا في أجمل من مدينة هامبورغ. قد رحت مدن، بس أنا بالنسبة لي بنظري هي المدينة الوحيدة الأجمل والأروع هي مدينة هامبورغ الألمانية. تحس مدينة هامبورغ مدينة منفتحة، مدينة شعبها كلش طيب محترم، نفس اللحظة مدينة تعايش سلمي بين جميع المكونات. هذا البراكس العفو، طبعا كلش الاشياء اللي موجودة به هي ماركة عالمية، ماركة كلش بعض الثمن، حتى تشوفون الماركة موجودة بهذا الشكل. شوفوا حتى هاي الصخرة كاتبين عمرها من 1914 حتى 1918، فيها تاريخ كلش قديم، وكاتبين ايضا كتابة عليها. برافو، لان موجود ايضا بيها عروض تخفيض زالة الى 50%. حلو والله كلش حلو، اللي حاب يشتري من هذا المكان بعروض كلش ممتازة.
إلى هنا ننتهي هذا